وتلونت حياتي بطعم الحلوى ورائحة الموز وأصابع زينب ودوائر المشبك التي تصنع لعيني شبابيك لآكلها ولا أبقي لها أقفالا من عسل أو ماء النهر. كان كل شيء يتشكل في عيني ليصنع هذا الجمال الفريد والتوازن العجيب الذي أعشقه وأتأمله دائما عند التقاء النهر بالبحر، عند البرزخ في رأس البر. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. من هذا التوازن ومن ذاك الجمال قبضت روحي وتشكلت ذائقة الأدبية. أظهرت طفولتي وموهبتي في هذا المكان لأبحث عن اكتمال الموجة عندما تضرب بعنفوانها الشاطئة فيدوي عاليا صوت البحر ويمتلئ الشراع بصوت الريح ويختلي المحار بلؤلؤ الإبحار. أي نعم طفولتي وموهبتي في هذا الموضع من القلب، في هذا الموضع من قصر ثقافة دمياط، في المكتبة حيث تعرفت على زاد العمر، على الكتب التي فتحت لي بابا على عوالم شتى. بين مكتبة المحافظة ومكتبة قصر الثقافة تشكل عالمي، فمن الحب تحت المطر وثلاثية نجيب محفوظ إلى كتابات ترتر وسيمون دي بوفوار، ومن طابور إلى غاندي، ومن أعطنا حبا لفدوى طوقان إلى أوراق الزيتون لمحمود درويش، ومن مسرحيات أحمد شوقي الشعرية إلى ديوان حافظ إبراهيم. ومنهم جميعا تعلمت الحب والمحبة والدفاع عن كل معاني الحق والخير والجمال. هنا في قصر الثقافة تعلمت فنون الحوار والتلقي المبدع، ففي كل يوم اثنين كنت أذهب إلى ندوة الرواد التي ضمت أشهر أدباء دمياط الذين أسسوا أول جمعية أدبية مستقلة، وتأثرت بهم فعرفت مصطفى الأسمر والنبوي سلامة وكامل الداري وطاهر السقة وأنيس البياع والسيد النماس وسمير الفيل ومحمد علوش ومحسن يونس ومحمد الشربيني وعيد صالح ومحروس الصياد ومحمد العيد وأحمد عبد الرازق أبو العلا ومحمد الزكي ومصطفى كامل سعد وحلمي ياسين وفكري العكر وفكري داوود وكريم عبد الخالق ومصطفى العيدي وعبد العزيز حبة وناصر العزبي، وأرجو ألا أنسى أي اسم. ومعهم ولهم قرأت أول أشعاري، وذهبت إلى أولى الندوات الشعرية في حياتي كشاعرة من دمياط. وفي حلقات الرواد النقاشية تلمست طرق التفكير النقدي والتذوق الأدبي وأدب الاتفاق والاختلاف. ونشرت أولى قصائدي في مجلة عروس الشمال التي أصدرها الرواد في قصر الثقافة. كما حصلت على جائزة الأدبية الأولى في كتابة القصة القصيرة هنا في قصر الثقافة، وقد تسلمتها حين ذاك من الأستاذ محمد عبد المنعم ومن الشاعر الندوي سلام. تاريخ جميل أذكره فتتفتح في قلبي ألف زهرة، فتتفتح في قلبي ألف زهرة. أي نعم طفولتي وموهبتي في هذا المكان، فهنا تعلمت المثابرة وحب العمل وإتقانه، وهذا ما آذرني العمر في رحلتي إلى القاهرة، حيث التحقت بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير والدكتوراه من قسم الصحافة، وعملت بالصحافة في مجلة صباح الخير، وتوالت كتاباتي في الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي، ليظل في خاطري ما تعلمته من حب الجمال وإطلاق العنان للخيال بكل الصدق والإخلاص والبحث عن اكتمال اللحن ما وسعني العزف على الأوتار. فإلى دمياط وأهلها وكتابها وفنانيها أهدي كلماتي، كما أهدي أسمى آيات الشكر والعرفان لما حصلت عليه بينهم من تقدير وأدب. شكرا.